خلاص احنا كده خلاص بعد الغدا الحلو ده نقفل الفيديو على كده. ايه رأيكم في الأكلة الحلوة اللي أنا باكلها دي؟ تعالوا نشوف اليوم بتاعنا بدأ ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، اليوم بتاعي بدأ النهاردة، لقيت سلفتي بتخبط عليا وقالت لي أنا عملت مبروم أو كسكسي وعملت حسابك، ولقيتها جايبالي البلاستيكية القمر دي، ده ربنا يخليها ليا ويديها الصحة، مش سايباني في أي حاجة. طبعا انا كان عندي الديكين البلدي دول شمورت زي ما احنا بنقول عليهم، ديكين كده طراي ولسه صغيرين، كانوا موجودين عندي في الفريزر. على فكرة انا اللي مربيه الفراخ دي، وان شاء الله هوريكم المكان اللي انا بربي فيه الفراخ دي. انا كنت مربيها كتاكيت كده صغيرة، وفضلت يعني اكلهم لحد ما كبروا وبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهم جه وقتهم. وطبعا ده اول حاجة اذبحها من الفراخ بتاعتي. تعالوا بقى نحضر التتبيلة اللي انا هتبل بيها الديوك علشان اسلقها. طبعا انا مش هحشيها رز ولا حاجة، انا هتبلهم واسلقهم بس علشان خلاص الاكل بتاعنا جنة، ومبقتش محتار على الغدا. سبحان الله، ساعات كده بتصحي الصبح بتلاقي ربنا موفقك ورزق كده قدامك، وتلاقي الاكل كده متدبر لوحده من عند ربنا. الحمد لله رب العالمين. يلا بقى صلوا على الرسول، وحطوا لايك وشير للفيديو، ومتابعة لو لسه مش بتتابعي صفحة مطبخ ياسمين. تعالوا بقى نملح بشرنا طبعا طماطمايه بصلايه، حطينا عليها رشة فلفل اسود وحبة ملح بس كده. هتتبليهم بدول، هتبلهم بدول زي ما انتوا بقى شايفين، هدعكهم كده ببعضهم. طبعا دي احلى تتبيلة ممكن تتبلي بيها اي فراخ هتسلقيها، بتدي معاكي نفس جبار للشوربة، بجد بتخلي شوربتك في حتة تانية. طبعا انا تبلت الكبد والقوانص بتاعتهم، انا هسلقهم لابني، يعني مش هقطعهم لان انا مش هحشي رز. لو انا هحشيهم بالرز كنت قطعتهم وحشيتهم جوه الديك، بس انا هتبل بس الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، وادعكها بالبصل والطماطم، بجد بتخلي نفسهم في حتة تانية. وزي ما انتوا شايفين هم حجمهم تقريبا كيلو كيلو وربع. ما شاء الله، يعني حاجة كده طرية، وألف هنا يا رب للي كل حاجة. طبعا شطفاهم كويس قوي، ومنضفاهم ونقعاهم في المحلول النقع بتاعهم اللي انا دايما بنقع بيه، ملح ليمون حبة دقيق، بس كده. انا ما بحطش خل خالص على على اي فراخ او زفر، ما بحطش عليها خل لان الخل مش صحي خالص للفراخ، بيزفرها زيادة، يعني مش بيضيع الزفارة، بالعكس ده بيزود الزفارة. وطبعا التتبيلة اللي انا بعملها دي وبعمل لها مساج كده بيها، بتخليها الصراحة تحفة. حطيتي لايك حطيتي لايك للفيديو، عملتي شير لاصحابك اللي بيحبوا الفراخ اللي زيي. اكتبي لي بقى في التعليقات لو انت بتحبي النوع من الفراخ دي، قولي لي بقى في التعليقات، وبنبسط لو قلتولي بتتابعوني منين. احلى متابعين في الدنيا. كده خلاص احنا تبلنا الفراخ، هنسيبهم بقى على جنب عبال ما نحضر الشوربة بتاعتي. ما شاء الله الاكلة دي كانت حلوة قوي، هتعجبكم لو كملتوا الفيديو. منشيني بقى لكل صحابك اللي بيحبوا المبروم والفراخ البلدي المحمرة. حضرت الشوربة بتاعتي طماطماية بصلاية ورق لوري، توابل بتاعتي فلفل اسود، حبة من توابل الفراخ، بس كده. هحطهم بقى علشان خاطر يتسلقوا ويعملوا لي احلى شوربة ممكن تشربيها في حياتك، بجد شوربة الفراخ البلدي دي حتة تانية. تعالوا بقى نرجع للبلاستيكية القمر بتاعتنا دي. الصراحة ربنا يبارك لي في سلفتي، احنا اخوات ما بنسيبش بعض في اي حاجة، ايد واحدة، ويا ريت كله يدعي لها في الكومنتات، بجد انا بحبها جدا، دي اختي الكبيرة وما اقدرش استغنى عنها ابدا. تعالوا بقى شوفوا بعد ما الشوربة بتاعتنا استوت،
بصوا الجمال بقى، والشوربة بجد في حتة تانية خالص. لازم اللي ما بيحبش الفراخ البلدي لازم يجربها بعد الفيديو ده. طبعا حطيت بقى صينية وحطيت فيها مكعبين كده او 3 من الزبدة على حسب الكمية اللي انا هعملها، علشان هو كده كان مستوي ويدوبك على اللي انا اعمله في الزبدة وخلاص. يعني هي الصراحة كانت مطلعولي على الاكل على طول. طبعا حطيت الزبدة تسيح وهقلب فيه كده علشان خاطر يندمج مع بعض ويخشوا مع بعض في الزبدة. طبعا المبروم او الكسكسي بجد بالزبدة بيبقى في حتة تانية. ودي اكلة من الاكلات الشتوية اللي احنا بنعملها على طول. ما نقدرش نستغنى عنها في الشتاء. اكلة حلوة جدا، تقدري كمان تعمليه حلو ومش حادق. تحطي عليه بقى مكسرات، قشطة، لبن. في ناس بتحبه بكل الطرق، يعني الطريقة اللي انت بتحبيه اعمليه. على فكرة هتلاقوه موجود بالتفصيل الممل. كنت عاملاه قبل كده بفيديو مع بط من الأول للآخر. ادخلوا بقى اتفرجوا على الفيديو بكل تفاصيله، هتلاقوه متثبت عندي في أول الفيديوهات. احنا بقى عملنا ايه؟ لقيت الزبدة اللي انا حطيتها في الأول لقيتها مش يعني مش كتير. احنا بنحب الزبدة تبقى باينة في الكسكسي. حطيت رشة من الفلفل الأسود، رشة ملح كمان بسيطة علشان يبقى طعم الملح بتاعه مظبوط. ودي أهم حاجة. إن شاء الله هعمله معاكم مرة حلو بكل تفاصيله باللبن وبالمكسرات. إن شاء الله ده وعد هعمله لكم قريب، بس حلو مش حادق. يلا بقى نشوف الفيديو بتاعنا. حطينا بقى مكعب زبدة زي ما انا قلت لكم تاني. هنستنى بقى لحد ما الزبدة تسيح ونبدأ بقى نغرف كده في الاطباق. احنا كده خلاص الاكل بتاعنا خلص. حمرنا بقى الفراخ تحت الشواية. انا ما بحبش احمر اي حاجة في الزيت. بحاول يعني بحاول ابسط موضوع التحمير ده شوية. اي حاجة زي كده بحمرها تحت الشواية افضل. برشة بزيت بسيطة، وممكن كمان ما احطش رشة زيت، بسيب الجلد يتحمر لوحده تحت الشواية. طبعا لازم استنى لحد ما قطعة الزبدة اللي انا حطيتها دي تسيح. يعني هي فاضل فيها حتة كده هتسيح. وهبدأ بقى ايه اغرفه. بصوا بقلبه كده عشان لازم يتقلب، ما ينفعش انا مهديه النار على فكرة. لان الكسكسي من الحاجات الحساسة جدا اللي ما ينفعش ان انت تعلي عليها النار وانت بتحط لها الزبدة علشان ما يتحرقش منك. ودي كانت اكلتنا بقى النهارده. بصوا بقى الفراخ بعد ما طلعت من تحت الشوايه عملنا حبه سلطه. الشوربه زي العسل، رشه ملح بفلفل اسود كده على الفراخ عشان تدي ريحه حلوه. ده المبروم او الكسكسي بعد ما عملته بالسمنه. بألف هنا وشفا يا رب للي كل حاجه. وطبعا بشكر سلفتي حبيبتي، ربنا يا رب يبارك لي فيها ويخليها لي ويديها الصحه ويبارك لها في ولادها. واتمنى ان انتوا تدعوا لها زي في الكومنتات. يلا يا حبايبي اشوفكم على خير في فيديو جديد من مطبخ ياسمين. واسيبكم بقى مع الحلاوه دي. بصوا الشوربه بجد طعمها حلو قوي. طبعا هتستغربوا على القله اللي انا حطاها دي بتاعت ابني الصغير، مش قادر يستغنى عنها. بس انا طبعا بحب اشرب من القلل. لو انتوا بتحبوا تشربوا من القلل زيي وزي ابني اكتبوا لي في